النهارده قصة مختلفة تماما تماما، وهي عن الست المفترية. ايوه في ستات مفترية، ولو قلنا غير كده نبقى كدابين. في ستات مفترية، في ستات نكدية، في ستات خاينة، في ستات طلباتها زيادة، في ستات ضاغطة، في كل حاجة موجودين. لكن هي النسبة والتناسب هو اللي هنتخانق عليه. لكن موجودين، طبعا موجودين. في رجاله جدعه، طبعا في رجاله بتراعي بيتها ومراتاتها، اكيد. في رجاله عندها يعني عمرهم ما يخونوا، وعندهم وفاء، عندهم احترام، مراتاتهم اولويه، بيدوهم اهتمام ورعايه، ايوه طبعا. هي المشكله تاني النسبه والتناسب. طب مين بقى الرجاله اللي انا بتكلم عنهم دول؟ دول نوعين من الرجاله مفيش غيرهم، وساعات بقى لو اجتمعوا الاثنين يبقى حلو قوي. الناس اللي بتراعي ربنا فعلا كانها شايفاه بجد، والناس اللي عندها ثقة بالنفس كافية انه يبقى مطمن لمراته. النوعين الرجالة دول لو لقيتي زوج منهم يعني لقيتي راجل منهم دول جوزيهم. ولو في الاتنين يعني انه هو بيراعي ربنا جدا كأنه هو شايف ربنا، بس من غير تزمت طبعا وتحكم شديد، وكمان عنده ثقة بالنفس كافية، يا على ده راجل هايل. وكمان بقى لو مؤدب ومحترم وما بيشتمش ولطيف ودمه خفيف، يبقى كده احنا ايه يعني؟ صعبناها بس يعني لو لقيتي ده توكلي على الله. في رجاله في الحياه متربيين كويس جدا، وولاد ناس جدا، وولاد اصول جدا جدا جدا، بس من كتر ما هم كويسين كده في ستات بتيجي مفتريه بتستغلهم وبتحلبهم وتخلص اللي وراهم واللي قدامهم وتضغط عليهم وتلعب عليهم لعب يخليهم يلفوا حوالين نفسهم. موجودين. في ستات بتزعق لجوازها، في ستات بتعلي صوتها جامد، وفي ستات بتفضل تنكد على جوزها لغايه لما يعمل لها اللي هي عايزاه، وبيعمل لها اللي هي عايزاه علشان يعني يشتري دماغه ويهدى وتهبط وتبطل الزن. في ستات تقلب البيت نكد، ايوه موجودين. لكن هما الفكره انه لو لقت راجل هيديها على دماغها هتسكت، يعني هتبقى زي الستات التانية. لكن لو لقيت راجل محترم ومؤدب ومش هيزعق ومش هيعلي صوته وابن ناس ويعني عارف ربنا كويس وعنده ثقة بالنفس يعني كفاية، مش هيعرف يبهدلها وينكد عليها ويقرفها. فبتبقى تزيد الحكاية وتزيد وتزيد وتفضل تضغط وطلبات طلبات طلبات. ساعتها يعني الراجل ده طبعا هياخد ثواب رهيب، وهي عماله بقى ايه؟ تخسر تخسر تخسر، فاكره انها بتكسب، لكن في واقع الامر هي بتخسر جامد جدا. والغريب انه في ستات من دول بيكلموني في سيشنز وبيطلبوا انهم يقعدوا معايا سيشنز، وتبتدي تتكلم، ببتدي افهم ان هي مش شايفه فيه عيب، لكن هي عايزه توضح له انه هو يعني طول الوقت بتتكلم عن عيوبه التافهه جدا، اللي هو لو قلتها لكم هيغم عليكم يعني اللي هو التافه، ان هو التافه الى درجه يعني حتى مش فاكراها. يعني العيوب افضل اسمع مستنيه يمكن يكون في حاجه، مفيش حاجه، بس هي شايفه عيوبه كبيره جدا جدا جدا، وشايفه ميزاته قليله جدا، ده من بره، لكن من جوه هي عارفه ميزاته كويس قوي قوي، وما تستحملش انه حد يعرف الميزات دي غيرها، علشان طبعا الستات لو عرفت الميزات دي هتجري وراه. فهي عارفه الميزات بس عمرها ما تتكلم عنها، ولا عمرها تقول له كلمه حلوه، ولا شكرا، ولا اي حاجه. طول الوقت مجرياه في ساقيه انه يحاول يرضيها ويسعدها. ايوه الستات دي موجوده وبتحاول تاخد سيشنز. ساعتها بقول لها اتقي الله في الراجل اللي معاكي، بدل ما ربنا يديك على دماغك جامد وتخسريه وتفضلي تعيطي بقى جنب الحيطه كده وما تلاقيش حد يبص لك ولا يعبرك حد. الستات دول بيبقوا دايما عايزين الراجل بتاعهم هم بس، بتوقع بينه وبين اهله، ده اكيد ABC، يعني ده العادي. فعشان كده هو يا عيني من كتر ما هو بيحاول يوازن بينها وبين اهله، متقطع بين الاتنين، تعبان مضغوط طول الوقت. طول الوقت بتتكلم عن عيوب اهله، لكن ميزات اهله لا، ما بنجيبش سيرتها. طول الوقت بتتكلم عن عيوبه هو، طب ميزاته امتى بتحس بقى؟ بعدين خالص خالص خالص، لما الراجل ده يزهق ويقرف ويبطل يعمل الحاجات دي هتحس بقيمته. المشكله انه بتبقى باصه تحت رجليها قوي ومش باصه لقدام، مش باصه ان ولادها هيجي عليهم وقت مراتاتهم هيعملوا فيها كده
بالظبط، او هيعملوا في ولادها كده بالظبط. ستي دي رساله، لو انت بتتابعيني، وما اعتقدش انك بتتابعيني لانك بتتابعي ناس تانية مفتريه برضو اتقي الله في الراجل ده، لانه لو ما اتقيتيش يعني ربنا في الراجل ده هيسحبه منك بصوره لا يمكن تتخيليها ابدا. تشكير.